فركش مسلسل النص لأحمد أمين ومحمد عبد الرحمن ودنيا سامي وصدق صخر وحمزة العيلي، وطبعا معانا أسماء أبو اليزيد، وبرضه معانا مايكل بيشوي. بيحكي المسلسل عن النشال التايب اللي هو أحمد أمين، اللي بيقرر يرجع للنشل تاني بعد ما الإنجليز يقبضوا على أخوه لأنه كان مقاوم فدائي. ومن ساعتها بيجمع فريق اللي هو طبعا صاحبه حمزة العيلي، اللي الصراحة قام بدور جامد ومش غريب عليه، ده واحد قام بدور مسكر في ابن حلال. وطبعا اسماء ابو اليزيد اللي هو يا لطفي يا حراق، خلاص اسماء ابو اليزيد ماركه مسجله. وعبد الرحمن محمد اللي هو ستاند اب كوميدي، الصراحه عمل الدور حلو بتاع زقزوق، كوميديان جامد من الاخر. يعني انا في الاول ما كنتش بستلذذه وبستلطفه، بس هو الصراحه ثبت نفسه انه في التمثيل جامد، عمل الدور اللي كان ممكن اي حد يعمله، بس ما كانش هيطلعه بالطريقه اللي طلعه بيها عبد الرحمن محمد. ومعانا مايكل بشوي، يا جماعه مفيش لذيذه كده، اقسم بالله ممثل لذيذ لدرجه غبيه. هو بس هو ساكت وبيبص لاحمد امين يقول له انت ها بيطلع كوميديا عاليه. ومعانا صدق صخر اللي هو بشتويشي صدق صخر ولا ما اعرفش اسمه ايه، هو ده معانا. وطبعا المسلسل نهايته بيقول لك ان في جزء تاني، بس لو جينا نشوف ألذ مسلسل كوميدي في 2025 لو جينا نرتبهم هيبقى النص اشغال شقه، وتحتهم كامل العدد.